إصابة محمد علي بن رمضان ترعب جماهير الأهلي بعد الفوز العريض على فاركو. تعرض الدولي التونسي محمد علي بن رمضان صانع ألعاب النادي الأهلي لإصابة في القدم خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. وغادر بن رمضان أرضية الملعب متأثرا بالإصابة أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس، مما أثار قلق الجهاز الفني والجماهير حول مدى جاهزيته المباريات المقبلة في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة. وعلى الرغم من إصابة نجم خط الوسط، تمكن الأهلي من تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1 على حساب نادي فاركو في لقاء شهد تألقا هجوميا لافتا من لاعبي المارد الأحمر. وسجل أهداف الأهلي كل من أحمد سيد زيزو الذي أحرز هدفين إلى جانب محمد شريف والوافد الجديد جراديشار، فيما أحرز محمد فخري هدف فاركو الوحيد. زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاركو. توج لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي. جاءت الجائزة تقديرا لأدائه الاستثنائي الذي ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. أثبت زيزو قيمته الكبيرة في المباراة حيث لعب دورا محوريا في تحقيق أول فوز للأهلي هذا الموسم. لم يكتفي اللاعب بتسجيل هدفين من أهداف فريقه الأربعة، بل أظهر مهارات فنية عالية وحضورا قويا في الهجوم، مما يجعله يستحق لقب أفضل لاعب في المباراة بجدارة. حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا عن نظيره فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. هذا الفوز يمنح القلعة الحمراء أول 3 نقاط في الموسم الجديد بعد تعادله في المباراة الافتتاحية. خالد الغندور يسخر من فوز الأهلي على فاركو في الدوري المصري، حيث كتب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: أول انتصار للمدرب مع الأهلي، أول هدف لمحمد شريف رسمي بعد عودته، وأول هدفين وأول انتصار لزيزو بعد انضمامه للأهلي، كلها مكاسب معنوية ونفسية للأهلي ولكن أمام فريق ضعيف فنيا. الفرعون المصري يتحدى التاريخ، محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي. ترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد. ووفقا لشبكة سكواكا الإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية، 185 هدفا و86 تمريرة حاسمة في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريمير ليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة خلف واين روني الذي ساهم ب 276 هدفا مع مانشستر يونايتد. وأضافت شبكة سكواكا أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عاما سجل 12 هدفا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد 13 هدف، توتنهام هوتسبير 12 هدف، وبورنموث 12 هدف. فيما أشارت شبكة أوبتا إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلا في الجولات الافتتاحية للبريمير ليج برصيد 10 أهداف، كما تصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى ب 15 مساهمة، 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة. من جانبه وصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريمير ليج، محققا 10 انتصارات و3 تعادلات. بكاء محمد صلاح. دخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في نوبة بكاء، وذلك عقب مباراة بورنموث في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد. وتأثر محمد صلاح بالبكاء عقب مباراة ليفربول وبورنموث، حيث ظهر النجم المصري متأثرا بهتافات جماهير الريدز للاعب الراحل جوتا عقب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي بالبريمير ليج. وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ البريمير ليج يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية للبريمير ليج. اكتسح فريق ليفربول نظيره بورموث برباعية مقابل هدفين في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي النهاية متنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل أخبار الدوري المصري والنادي الأهلي والدوري الإنجليزي ومحمد صلاح.